السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة. معاكم ايمان عرفة. ان شاء الله هقدم لكم طريقة عمل الكبدة، كبدة العربيات، كبدة المحلات اللي احنا بناكلها في الشارع. هتعمليها في بيتك بكل سهولة وطعمها تحفة جدا. وانت بتعملي الكبدة بجد يعني اول ما تشم الريحه هتوديك في حته تاني. بجد مفيش اطعم واسهل واحلى من الطريقه اللي انا هقدمها لكم النهارده. ان شاء الله هقدمها لكم على قناه ايمان عرفه. لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. ما تنسيش كمان تديني لايك للفيديو. معايا كميه توم على حسب طبعا الكبده بتاعك. انا معايا هنا 5 فصوص من الثوم، دقتهم كويس. لو عندك مفرمه طبعا بتفرميها عادي، بس لازم الثوم يكون مدقوق كويس. وبعد كده بضيف فلفل احمر، فلفل اصفر، وفلفل اخضر. طبعا انا هنا الكميه قليله عشان انا يعني جايبه نص كيلو من الكبده. حطيتهم في الهون ودقيتهم كويس جدا مع الثوم. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف التوابل بتاعتي اللي هي هتظبط وتعلي التيست معايا. واول ما تحط الكبده في على الزيت بجد هتشم الروايح كأنك واقفه على عربيه كبده. دقيتهم كويس جدا مع الثوم، الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر. هنا هضيف التوابل بتاعتي اللي هي الكاري والكمون والكزبره ورشه من الزعتر ورشه من الليمون المجفف ورشه من الجنزبير، ورشه من الفلفل الاسمر. طبعا بالظبط الملح على حسب الرغبه. بس اوعي تنسي ربع كوبايه من الخل ونص ليمونه، عصره نص ليمونه. هو ده اللي هيعلي التيست معاكي وتشم الروايح زي عربيات الكبده اللي احنا بناكل منها الكبده. بس طبعا احنا في البيت هنضمن جوده الكبده والنظافه بتاعتها. هنا هضيف الكبده. طبعا الكبده انا كنت عامله لها محلول محلول نقع للكبده عباره عن لبن وبحط فيه توابل. ارجعي لوصفات الكبده اللي انا عملتها قبل كده هتلاقي محلول النقع اللي ممكن تنقعي فيه الكبده. بعد كده بتصفيها وبتحطيها في وعاء زي ما انتوا شايفين كده معايا. وبحط 3/4 من التتبيله على الكبده واقلبها كويس جدا. وابدا في طاسه هسخن الزيت والسمنه واضيف ربع معلقه من الثوم المفروم اللي انا عاملاه، اللي انا حطيت فيها الفلفل الاحمر والاصفر والاخضر ودقتهم مع بعض. وبعد كده انا بضيف ربع معلقه ممسوحه من الثوم. وبعد ما بالزيت بيسخن بنزل بيها بالثوم. واول ما يدخل الثوم على الصفار ببدا اللي انا اضيف الكبده بتاعتي واقعد اقلب فيها كويس واضيف الفلفل معايا. طبعا المتوفر عندك بتعمليه سواء اخضر سواء فلفل احمر اصفر على حسب المتوفر عندك. بتبداي تقلبي كويس جدا. الكبده بتبدا تصفي الميه بتاعتها. بتبداي اللي انت تغطيها لغايه ما تستوي. وبعد كده بتحضري الوصفه بتاعتك. انا عملت النهارده مكرونه. المكرونه اللي انا اعملها بجد طعمها خرافه جدا، ولا هي بصلصه ولا هي محمره. انا حمرت نص معلقه من الثوم المفروم وحطيت عليه فلفل اخضر وطماطم زي ما انتوا شايفين معايا، وهسيبهم يتسبكوا مع بعض. وبعد كده هصفي احط شويه زيت في الحله لغايه ما يسخنوا وعليهم معلقتين من السمنه. وابدا احمر المكرونه بتاعتي التحمير الطبيعي اللي احنا بنحمره عادي. وبعد ما بتتحمر والخليط اللي هو اللي انا ضفت عليه الطماطم والفلفل اللي هو في التومه حمرت فيها التومه ده بضيفه على المكرونه. وابدا اكون مسخنه ميه. هبدا ان انا اضيف الميه واحط مكعب من الماجي، وكمان بظبط الملح بتاعي ورشه من الفلفل. بس كده والمكرونه هتطلع معاكي تحفه بجد طعمها جميل. جربوا الوصفه وان شاء الله هتعجبكم. بس اهم حاجه بدل ما وصلتوا معايا للوقت ده لازم تعملوا لي لايك للفيديو. لو حضرتك جديده معايا في القناه اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصل كل فيديو جديد انا بقدمه. وهنا هسيب المكرونه تستوي براحتها وابدا ارجع تاني للكبده. اول ما الاقي الكبده خلاص شربت الميه بتاعتها او الميه بتاعتها نشفت ببدا اللي انا اضيف الفلفل المتبقي معايا. ببدا ان انا اضيف الفلفل اللي هو المتبقي معايا من اللي انا قطعته اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر. طبعا بتقطعي الكميه على حسب كميه الكبده اللي انت بتعمليها. بس طبعا هي ما اتصورتش للاسف لان كانت درجه حراره الكاميرا كانت سخنه فما كانتش عايزه اتصور. هنا خلصت كده الكبده ولقيتها نشفت وما فيهاش غير حبه ميه يعني صغيرين عشان ابدا اسخنها تاني لو هتاخدي وقت في التحضير. وهنا انا ضفتها في سندوتشات فينو زي المحلات بالظبط وزي العربية.
وبعد كده اللي انا هبدأ لنا اضيف كمان اغرف للمكرونة. زي ما انتوا شايفين كده المنظر، الكبده في السندوتشات الفينو حاجه تاني وطعم لا تتخيلوا. كمان لما تشم الريحه بجد هتروحوا في حته تاني من طعمها وريحه الكبده وريحه المكرونه، كده حاجه تاني. جربوا الوصفه بجد، مش هتندموا على ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي. وصفتي سهله النهارده ومش هتاخد منك اي وقت، كفايه ان انت ضامنه جوده الكبده بتاعتك.